أهلا وسهلا بكم في بودكاست سيندي. هوني نحكيو على أفكار تكبرنا، تجارب تغيرنا، وعادات تبنينا. جيبوا حاجة تاكلوها ولا تشربوها، واللي قاعد يقضي في حاجة ويسمع فيها نقولوا راني فايقة بيك واللي حط البودكاست هذا قبل النوم باش يسمعني ويرقد، نقول لك هذه أحلى حاجة تعملها، أنك ترقد على صوتي. لا نقصد ترقد على أفكار بناءة تبدلك وتخليك تكون إنسان ناجح وتوصل للي تحب عليه بإذن الله. المهم ركزوا معايا مليح توا وخليونا نغطسوا مع بعضنا في موضوع اليوم. موضوع اليوم هو العادات الذرية. في حقيقة الأمر هو كتاب، فاخترت أنا باش نعمل لكم تلخيص الكتاب هذا مع بعض الأمثلة أو حاجات يعني زدتهم أنا من عندي، باش هكيكا متحسوش اللي هو فقط تلخيص كتاب بارد أو يكون ناشف نقولوا احنا. تعرفوا برشا ناس كي تحب تبدل حياتها تفكر ديما في تغييرات كبيرة، باش نبدل خدمتي، باش نبدل حياتي، باش نعمل ريجيم، باش نولي نفيق بكري. اما في الحقيقة التغيير ما يبداش بحاجات كبار، يبدأ بعادات صغيرة، بحاجات بسيطة تتعمل كل يوم، أما مع الوقت تولي تغير حياتك الكل. أنا مثلا كنت نحس أني ما نجمش نحافظ على روتين، كل مرة نبدأ في حاجة وناقف من نكملش نقص عليها. بعد ما قريت كتاب العادات الذرية فهمت السر أنك تكون ثابت، المداومة على الأشياء. ممكن تراها كلمة عادية، المداومة تقولي نجم نداوم، لكن في حقيقة الأمر كي تبدأ أنت باش تصنع عادة تلقى روحك ما تداومش. هذه مشكلتنا الكل، تبدأ ريجيم وما تكملش، تبدأ تترينا وما تكملش، تنجم حتى تقص في سال دو سبور مثلا وما تكملش، ما تترينيش كل يوم، تقص 3 شهور تلقى روحك ترينيت مرة واحدة، مرتين، شهر، جمعة، جمعتين. كيف تمشي تقول لا يا باش نبدا انا ريجيم اليوم ونظف ماكلتي وناكل صحي، تمشي حتى تشري جمعة الاولى برشا خضرة وبرشا غلة وعظم واسكالوب وتقول نظف ماكلتي، تلقى روحك الجمعة الثانية رجعت للخبز ورجعت للبات ورجعت. هذه مشكلتنا الناس الكل. لكن اليوم انا باش نعطيكم سر صغير، وان شاء الله كي تبداو عادة ما عادش تقصوا عليها، او كي تحبوا تصنعوا روتين توصلوا تصنعوا الروتين اللي تحبوا عليه في حياتكم. الفكرة متاع الكتاب بسيطة، ما تركزش على الهدف، ركز على النظام. يعني في بلاصة ما تقول نحب نضعف تقول صاي انا يلزمني نبدا ريجيم من غدوة خاطرني باش نضعف، خاطر لازم نضعف، خاطر ذاك هو الهدف نضعف. لا تقولش هكاك، قول باش نبدا ناكل صحي اليوم باش نولي ناكل حاجات صحية من اليوم وغدوة ولأسبوع واثنين. ما تحطش في مخك اللي انت ذاك هو الهدف انك باش تمشي تعمل سباغ ولا تاكل صحي باش تضعف. لا، ركز على الحاجة اللي انت تعمل فيها، الطريق اللي باش يهزك للهدف متاعك هو اللي تركز عليه. في بلاصة ما تقول مثلا باش نولي نقرأ كتب، قول باش نقرأ صفحة واحدة اليوم وغدوة صفحة، بعد غدوة صفحة. الكتاب يفسر أنه العادة كي تتعاود كل يوم حتى لو صغيرة، بدنك ومخك يتعودوا عليها وتولي هوية جديدة. باش تبني عادة جديدة ولا تستانس بروتين جديد أو باش تزرع فكرة جديدة في مخك تحتاج 21 يوم فقط. 21 يوم من العادة هذه، كأنك يعني كي تعودها لمدة 21 يوم تولي مدمن على الحاجة هذيك من غير ما تشعر. تولي كان ما تعملهاش تحس روحك ناقصتك حاجة، ماكش تعمل العادة، تولي انت العادة. مثلا ماكش تحاول تكون رياضي، تولي شخص رياضي. ماكش تحاول كل يوم انك تكون منظم، تولي انت شخص منظم فقط ل21 يوم. وكما قلت لكم ما تركزوش على الهدف، ركزوا على العادة اللي باش تهزكم للهدف، اللي باش توصلكم للهدف. يعني مثلا تقول انت غدوة باش نولي نقوم بكري، تنجم تقوم قبل ب5 دقائق، ميسايلش، ابدأ ب5 دقائق قبل.
يوم غدوة بعدها بنهار، يعني قول باش نعمر الغذاء قبل ب10 دقائق. يعني تبدأ تنقص في الوقت بشوية بشوية، وتشوف كيفاش مخك باش يستانس بالعادة جديدة بشوية بشوية باش يقبلها. أنا شخصيا جربتها، قلت نبدأ بخطوة صغيرة باش نعمل رياضة 5 دقائق في النهار، 5 دقائق كهو. قلت أنا كنت كيفكم راني نبدأ سبور ونبطل، ما نكملش نمشي نعمل ابونمون في سال دو سبور وما نكملش، نمشي نترينا نهار نهارين جمعة فقط وما نكملش. لكن حطيت في مخي لأن باش نبدأ بشوي، 5 دقائق هي التحدي، 5 دقائق اليوم، 5 دقائق في النهار. وتعرفوا شنو صار؟ 5 دقائق ولاو 10 دقائق، وبعدها ولاو 20 دقيقة، وبعدها وليت نعمل في ساعة سبور في النهار، وبعد وليت ساعتين. ساعتين بشوية الراحة ما بين لسيغي وما بين نشرب ماء ونرتح اتسيتيرا، وما بين الاكزارسيس والاكزارسيس. ومش لأني قوية داومت، أما على خاطر وليت نثق في روحي، نثق أني نجم نكمل، نثق أني نجم ما نكسرش روتين، ديت روتين ونجم نكمل ونجم نوصل. اليوم عندي سنين وأنا نترينا، وحتى كانت تجيني فترة نبطل فيها سبور، الفترة صدقوني ما تفوتش شهر، وشهر حتى شهر ما نوصلوش. حتى في الشهر هذيك تلقاوني يا إما عملت مارش العشية نخرج نتمشى، وإلا عندي فيلو دابارتمون نقوم الصباح نعمل شوية فيلو. معناها حتى في الشهر هذيك اللي ما نمشيش أنا للسال دو سبور لقاعة الرياضة، نلقى روحي على الأقل حركت بدني، حتى بديزيتيغمون الصباح أول ما نقوم نعمل ديزيتيغمون يوغا، يعني نحرك بدني. المهم ما نقصش، خاطر نهار اللي نقص نحس روحي ناقصة حاجة، ولو تطويل الفترة نحس روحي ناقصة حاجة، نحس روحي مانيش مرتاحة كان ما نتريناش، كان ما نحركش بدني. وهوني مربط الفرس. التغيير الحقيقي يبدأ من الصورة اللي في مخك على روحك. إذا أنت تشوف روحك إنسان فاشل عمرك ما باش توصل. أما وقت اللي تقول أنا شخص يحب يتحسن والنجم نتحسن، صدقني مخك باش يخدم على الشيء هذا. لو كان أنت تقنع روحك بحاجة أنت توصل لها. معناها المخ ما نحبش ندخل معاكم في موضوع العقل الباطن والعقل الواعي، ذاك موضوع آخر إن شاء الله في حلقة أخرى نحكيه عليه. لكن ديما نقولكم الصورة اللي أنتم تقنعوا بها رواحكم راهو مخك باش يخدم على الصورة هذيك. حاجة أخرى تنجم تعاونكم في بناء عادة أو روتين صحي، ما تستناش اللحظة المناسبة ولا الحماس الكبير، على خاطر الحماس يمشي ويجي، أما العادة تبقى. عاود حاجة صغيرة كل يوم تعملها وخليها تولي جزء منك، حتى لو كان ماكش متحمس لازم تكون من روتينك اليومي. انتي في بالك اللي الناس اللي وصلوا واللي نجحوا الكل كل يوم يقوموا متحمسين وفرحانين ومندفعين على الحياة؟ لا، مهمش الكل يقوموا في نشاط وحيوية ومندفعين على الحياة. كيفهم كيف الناس العاديين. معناها إذا كنش نحكيو على أشهر اللاعبين الكرة أو رجال الأعمال أو مهما كانت، معناها في أي ميدان، الناس هذوما اللي ناجحين راه مش كل يوم يقوموا في حماس ونشاط وفي دو بون هومور، يعني في مزاج رايق نقولوا احنا. لا 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 لا، يقوموا كيما الناس الكل، ساعات يقوموا فرحانين، ساعات يقوموا تعبين، ساعات يقوموا متقلقين، ساعات يقوموا ناقصين نوم، ساعات يقوموا ما همش متحمسين معناها، لكن نجحوا. كيفاش نجحوا؟ أو مثلا نعطيكم مثال، كريستيانو رونالدو مثلا في واحدة من المقابلات التلفزيونية اللي عملوها معاه قال مش كل يوم أنا نقوم في مزاج جيد ومتحمس على لونترينمون، لكن كل يوم نمشي ونتمرن، حتى لو كان مانيش متحمس ما نخليش مزاجي السيء ولا تعب نحس فيه لدقائق أو لساعة يخليني نبخل ونرجع للفرش وهكيكا نبعد على الهدف متاعي. قال من أسباب نجاحي أني نركز على العادة والاستمرارية في روتين صحي. يعني
حتى لو كان معينوش باش يترينا نهارتها، ولا يقوم تعب، يقوم ماهوش متحمس باش يترينا اليوم، يقوم كورباتوري مثلا، لا، يقوم ويمشي يترينا، وما يخليش قلة الحماس اللي تجيه نهار ولا لمدة ساعة ودقائق تكسر له روتين التمارين متاعه ولا تبعده على الهدف متاعه. وفما نقطة مهمة أخرى نحب نحكي فيها معاكم، كي تفشل ما تلومش روحك. جلد الذات راهو يخليك تبعد على العادات الصحية، يخليك تكسر الروتين الصحي متاعك مهما بنيته ومهما قدمت فيه. جلد الذات زيادة نحكيو عليه في حلقة أخرى، من أخيب الحاجات اللي تنجم تعملها مع روحك. ما تلومش روحك كي تفشل، ما تلومش روحك، قول أنا حاولت، والله حاولت نبني عادة، حاولت نوصل وما نجمتش، ومش مشكلة نعاود، لكن نلاش بالا فاغ، معناها ما تقولش هكا صيي وفات الدنيا. العادات مش معناها الكمال، لا، العادات معناها الاستمرارية، قديش تستمر في الحاجة هذيك، في الروتين هذيك، في العادة هذيك. إذا وقفت نهار عادي، أرجع من غدوة، ما هيش مشكلة، المهم توقفش نهارين ورا بعضهم. نهارين ورا بعضهم وقتها مخك يرجع للروتين اللي ماهوش صحي، أو يرجع للزون دو كونفور. خاطر نعطيكم حاجة حطوها في مخاخكم، دماغ الإنسان مبرمج على الراحة والكونفور. وقتاش تنجح؟ كي تخرج من الزون دو كونفور متاعك، وقت تقوم بكري، وقت تتعب، وقت تعمل هكا العادة وهكا الحاجة اللي انتي تبدأ فوق ما قلبك باش تعملها، تبدأ تعب وما عينكش أمام مثالش تعملها، تترينا، تاكل صحي، تقرأ صفحة، تكمل خدمتك، الخدمة اللي انتي باش بديتها وباش تكملها. اي حاجة، القراية اللي انتي تقرأ فيها، سواء يسمعوا فيها توا اللي هو قاعد يخدم ولا اللي هو يقرأ، التمرين الاخر هذيك اللي تركز فيه وتقول باش نخدم، وتقول ليه والله تعبت، ليه كملوا هذيك بنتو. صدقني انا كي نترينا ساعات نتعب بالحق في اخر لونترينمون، في اخر الساعة ولا ساعتين، الدقائق الاخيرة، او في اخر سيري في الاكزرسيس، نقول تعبت، ليه ما عادش نكمل، لا نكملها، نقنع مخي نقول له نكملوا، نجموا نكملوا. وهذيك بنتها، اذا كان انتي تعكس مخك وتقول له نجموا نكملوا، ومالغري التعب اللي نحس فيه او قلة الحماس اللي نحس فيه، باش نكملوا باش نعملوها الحاجة هذه، غاديك البنة، وغاديك مخك يولي انتي تبخو لو كونترول على مخك، انتي تولي تحكم في مخك، مش مخك يحكم فيك. على خاطر الناس الناجحين هما اللي عندهم الكونترول على مخاخهم، لكن الناس الفاشلين مخاخهم هي اللي تحكم فيهم. وكما قلت لكم، نرجع نقول لكم اللي المخ مبرمج على الكونفور، على الراحة، ما يحبش التعب المخ. لكن كان تعكسوا انتي وتتعبوا، وقتها انتي تاخذ عليه الكنترول، وقتها انتي توصل للهدف متاعك، وتوصل تبني عادة، وتوصل تعمل الحاجة اللي تنجحك واللي دزك القدام واللي توصلك للهدف متاعك. العادات الذرية أو العادات الصغيرة خلينا نقولوا علمتني إنه النجاح ما هوش حاجة تصير فجأة، لا، هو نتيجة تراكم صغير بسيط لكن متواصل، نتيجة تراكم أشياء بسيطة وعادات صغيرة تتراكم وتتواصل. السر هو الاستمرارية تخليك توصل للهدف متاعك، وتخليك توصل للحاجة اللي تحب عليها بالاستمرارية. تفكروها مليح، وتفكروا ديما اللي انتوما كيفكم كيف الناس اللي نجحوا اليوم، الناس الناجحين، الناس اللي وصلوا للأهداف متاعهم، الناس اللي صنعوا كارير متاعهم كيف ما هما حبوا، الناس اللي احنا اليوم نشوفوهم ناجحين ويتكلموا عليهم في الصحافة ويتكلموا عليهم في التلفزيون ويتكلموا عليهم في العالم أجمع. الناس هذوكم راهم ناس كيفنا كيفهم، لكن الفرق بيننا وبينهم هما عرفوا كيفاش يصنعوا عادة، عرفوا كيفاش يصنعوا روتين صحي يوصلهم للهدف متاعهم، والاستمرارية هي اللي وصلتهم. تفكروا اللي الناس الفاشلين ديما يحبوا يقعدوا في الزون دو كونفور،
العادات الصغيرة ديما يحسوها حاجة كبيرة، ديما يحسوها حاجة تعبهم، حاجة ينجموش يواصلوا فيها. هذوكم الناس الفاشلين. والناس الناجحين هما اللي يواصلوا في الحاجات الصغيرة والعادات الصغيرة اللي وصلتهم للهدف متاعهم أو لأهدافهم. إن شاء الله تكون الحلقة هذه خفيفة وحلت لكم باب صغير للتغيير. ابدأوا بخطوة صغيرة اليوم، وما تنساوش انتوما العادة وانتوما التغيير، وما تستناوش الحماس تاع كل يوم باش تبداو عادة أو باش تداوموا في الروتين هذاك. نحبكم برشا ونتلقاو في الحلقة الجاية من بودكاست سيندي.